السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم وصفة هنحل بيها مشكلة بتقابل كل ستات البيوت. طبعا زي ما حضراتكم عارفين فايدة الجبنة القريش للكبار وللصغار، وعارفين إن في أطفال كتير مش بتحبها. فأنا إن شاء الله النهاردة هقدم لكم وصفة هنحل بيها المشكلة ديت، وإن شاء الله يحبوها وياكلوها من غير ما يحسوا إن هي جبنة قريش. وإن شاء الله بإذن الله المكونات هتكون إن شاء الله معانا، وهنبدأ ونقول بسم الله. كيلو ونص جبنة قريش، كيلو جبنة اسطنبولي طارق، الجبنة دي اسمها طارق. مع بعض هريسة شطة حمراء، كوباية شرش من الجبنة الاسطنبولي، وكوباية لبن مغلي وبردته. ان شاء الله نبدأ مع بعض. هنحط مع بعض الجبنة. طبعا بتكوني شارياها من حد يكون موثوق منه، يكون نظيف. زي ما حضراتكم شايفين الجبنة زي الفل، بكون شاريها من حد انا واثقة فيه. وبضيف عليها الجبنة الاسطنبولي. هنقلب المكونات كلها مع بعضيها زي ما حضراتكم شايفين. لو الشوكة هتغلبك او مش هتعرفي تهرسي بقى كويس، او تقلبي المكونات بقى كويس، ممكن تضربيها في الكبة. ممكن تلبسي جوانتي وتعمليها بايديكي. انا هنا هنزل بكوباية اللبن، وعلى فكرة انا استخدمتها كلها. انا احتجت للباقي واستخدمت كله. لازم اقلب المكونات كلها كويسة مع بعض. وهنا هنزل بكوباية الشرش. طبعا شرش الجبنة الاسطنبولي بيديها طعم وبيديها ريحة جميلة جدا. بتحس ان هي كلها جبنة اسطنبولي، يعني الشرش ده بيخلي ريحتها جميلة جدا. وهنا بعد ما خلصناها، هنا قلبنا المكونات كلها كويس مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، كأنها جبنة كريمي والله. ريحتها جميلة جدا. الشرش الجبنة الاسطنبولي والجبنة الاسطنبولي مديلها ريحة جميلة جدا. وهنا هاخد جزء منها زي ما حضراتكم شايفين. يعني انا باخد ممكن نصها، باخد اقل من النص حبة، يعني حاجة حسب ما حضرتك تحبي، حسب ما تحبي اللي تاخدي منها. وهنا هضيف هريسة الشطة الحمراء. انا هنا بقى ما قلتلكوش بقى، دي بقى حاجة جديدة كمان. انت بدل ما تشتري جبنة لهاليبو من السوبر ماركت انت مش عارفة مصدرها ايه، هنا كمان انا بعمل جبنة منها لهاليبو اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت، وبتبقى طعمها جميل جدا. وتحدي بجد، جربيها وهتعجبك جدا. شوفيها يعني طعمها بيبقى تحفة. وحسب ما حضرتك تحبي، يعني عايزاها حراقة، عايزاها ممكن تحطي جزء بسيط، حسب اختيارك وزي ما تحبي. صدقيني جربيها ومش هتندمي والله. بص شايفين الجمال، شايفين منظرها جميل وريحتها جميلة جدا، تحفة. انا هنا طبعا بجيب علب، انا بعبيها فيها. هنا هنفضل الجزء ده في علب. ولو زادت معاكي ولقيتيها هتبقى كتير مثلا، ممكن لو اتبقى معاكي منها ممكن تفضي مثلا في علبة زي دي كده وتحطها في الفريزر. ولما بتطلعها بتفك اكنك لسه جايباها. وزي ما انتوا شايفين ده المنظر النهائي بعد ما خلصنا. بصوا يعني المنظر بتاعها جميل جدا، المنظر بتاعها تحفة. ولو حد حابب برضو يزود جبنة اسطنبولي برضو ويخليها اكتر، حسب يعني انت واختيارك انت اللي انت عايزاه. بس انا حطيت كيلو على كيلو ونص، انا شايفاه بالنسبة لي كويس جدا. يعني انا برضو شايفاه كويس جدا. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله.
وهنا يعني زي ما حضراتكم شايفين أنا اللي خدت من الجبنة اللي أنا عملتها جبنة لهاليبو، حطيت عليها زيت زيتون، يعني الطعم بيبقى خرافة. زيت الزيتون بيخليها جميلة جدا. ولو ما عندكيش برضو حطيتي زيت نباتي، برضو الزيت النباتي مش وحش. فبسم الله ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا الجمال، شكلها يفتح النفس. زي ما حضراتكم شايفين تحفة. وبألف هنا وشفا. ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.